يلا بينا نعمل حلا جديد. دي تعتبر كيكه. بصي، ملمسها كيكه لان هي محشيه مربى، لكن العجينه بتاعتها وطريقتها بسكوت، عجينه بسكوت بس المربى مطرياها فعطيها طعم لذيذ جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول الكريم ونشوف عملنا ايه. هنا معايا 4 اكواب من الدقيق، نفس الكوبايه، يعني عايري بنفس كوبايه واحده، بس هنا معايا نص كوبايه من الميه صغيره وما تكتريش عن كده، ونص باكو من الخميره ومعلقتين دقيق واركنيها على جنب لحد ما يتفاعل مع بعض. معايا هنا نص برضو من باكو البيكنج باودر، ونص كوبايه من السكر مطحون او بودر يعني، او عادي مش هتفرق، ورشه ملح. معايا هنا كوبايه من الزبده على الزيت، وممكن تخليها حاجه واحده، زيت او زبده او سمنه اللي يعجبك. بصي انا ببس الدقيق كله لحد ما يبقى عامل زي الرمله كده. بصي تدميها كده تتضم معاكي، تعرفي ان هي كده اتشربت كلها من الزبده او السمنه، الحاجه اللي انت حطاها يعني. معايا بيضتين وحطيت لهم صنص حليب او فانيليا زي ما يعجبك. هنا الخميره كانت اختمرت، نزلت بالبيض على الدقيق، وحطيت كمان شويه، يعني معلقتين كده من الخل. هو محسن طبيعي جدا جدا لاي معجنات. بصي انا مش بعجن العجين، العجين ده يعني العجينه دي عجينه بسكوت، ما تعجنيهاش نهائي. انا هنا جبت نص كوبايه كده من الدقيق، وابتديت يعني شويه شويه واشوف ملمس العجينه شكلها ايه. بصي انا بقول لك هنا ما تعجنيش عجن جامد، يا دوب تلمي العجينه في الدقيق كده والدقيق يختفي خلاص، ما تعجنيش تاني. انا قسمتها هنا لثلاث كور قد بعض. هاخد واحده منها ارجعها تاني كده واحط عليها معلقه كاكاو، كاكاو الخام الاسباني ده ممتاز، ومعلقتين من الزيت عشان ما تنشفش. وهبتدي اعمل دي لونها شوكولاته اللي هي هتبقى الحشوه بتاعت النص يعني. بصي انا جبت هنا ورق زبده، وضروري جدا تفرجي على ورق زبده او على كيس، يعني اي كيس ثلاجه افرجيه واشتغلي عليه، لان لو ما عملتيش كده مش هتعرفي تفرجي العجينه بالشكل ده. بس تقلبيها وترجعي تاني تشيلي الورقه وتفرجي عليها من تاني. انا بحط هنا دي مربى، مربى مشمش على برتقان انا عاملاها في البيت، وركنتها على جنب، وابتديت اعمل الطبقه الثانيه اللي هي طبقه الشوكولاته، وحطيتها يعني ورقه الزبده مسهله عليا الموضوع جدا. بحطها فوق منها وبشيل ورقه الزبده، مفيش اي مشكله. وعلى فكره العجينه دي بتخرميها بشوكه عشان هي مش جايه في التصوير قوي يعني. كل قطعه لازم تخرميها كلها بالشوكه عشان ما تقبش مننا في الفرن، لان زي ما اتفقنا هو يعتبر بسكوت. وادي الطبقه الثالثه هنحطها ونسكنها كويس فوق الطبقات، ومش هنحط مربى فوق الوش ده خلاص، هي كانت المربى من جوه بس. وهبتدي بقى اسكن كده، وهخرمها كلها بالشوكه عشان ما تقبش مننا. بس وهدخلها على الفرن يكون سخن قبل كده. معايا هنا قطعه شوكولاته كده وحطيتها في حمام مائي ورفعتها على النار لحد ما ساحت تماما. كانت الكيكه او البسكوت سموها زي ما يعجبكم، طلعت من الفرن وكانت بردت، بس الشوكولاته هي اللي كانت سايحه. وحطيت الشوكولاته وحطيت فوق منها الفستق الكداب قبل الشوكولاته ما تمسك، يعني عشان يمسك فيها الفستق بتاعنا. وربنا يحسن ما بين ايديكم. اشوفكم على خير، باي باي.